اهلا بكم اصدقائي الاعزاء في حلقه جديده من حلقاتنا والحلقات المحببه دايما ليكم، وهي حلقه المشتريات. وانا عارف ان احنا قلنا مش هنشتري، بس العيد بيجي وكل المكتبات بتعمل عروض. فالحقيقه انا ما قدرتش امسك نفسي كالعاده، وكان في عروض قويه جدا من دور النشر المختلفه. طبعا بعد ما انزل الحلقه هلاقي كتير من اصدقائنا يقولوا لي انت ليه ما قلتش على العروض، وما العروض دي مش موجوده دلوقتي. انا عارف ان الحلقه متاخره جدا لان انا في حاجات كتيره جبتها متأخر. بالإضافة لو انت بقى متابعني على الانستجرام او على التيك توك هتعرف ان انا شيرت ان في عروض لدور النشر دي او للمكتبات دي. فتأكد دايما ان انت متابعني تحديدا على الانستجرام، لان هتلاقي دايما بشارك الحاجات دي كستوريز من دور النشر نفسها او من المكتبات اللي بتعمل عروض. وعشان كده بقول لك دايما اتاكد ان انت متابعني على الانستجرام، لان دي بتكون حاجه اسرع ان انت تعرف اذا كان في تخفيضات، في عروض، في اي حاجه جديده بتحصل. ده بيكون حاجه اسرع من ان انت تستنى حلقه اليوتيوب او تستنى مثلا فيديو او ريل على التيك توك او الانستجرام. وكمان في ثريدز اللي هو تابع الانستجرام بيبقى ده فيه زي حاجات كتابه كده سريعه. فتاكد ان انت متابع بوك كافيه في كل المنصات عشان تبقى دايما متابع الابديتس الجديده ان شاء الله. تاني حاجة، مش عارف انتم متابعين نادي القراءة ولا لا، بس احنا في نادي القراءة ولحد هذه اللحظة احنا بنقرا دلوقتي رواية الكلب الذي رأى قوس قزح للكاتب عصام الزيات، واللي ان شاء الله هنناقشها قريب وهنشوف نقاط النقاش هتبقى عامله ازاي، او موضوع النقاش هيبقى عامل ازاي، وهيبقى موجود فين. ممكن نعمله لايف هنا على اليوتيوب او على التيك توك. لسه ما قررتش الحقيقه، بس هكسب لكم يعني بوست ان شاء الله باخر القرارات واخر الابديتس الموضوع ده. بعيدا عن كل الحاجات دي خلينا نبدا الباكجنج بتاعنا ونتفرج على الحاجات اللي جبناها. الحاجات اللي انا جبتها المره دي هو حاجتين من مكتبتين، والباقي من دور نشر. وكل حاجه هقول لكم ايه سرها او ليه جبتها او القصص دي كلها. بس خلينا نبدا بالباكج اللي نقدر نقول عليها اكبر باكج، او الباكج اللي انا كنت مستنيه الحقيقه، وهي باكج من دار المحروسه. واللي بالمناسبه واثناء تصوير الفيديو ده عايز اتكلم على نقطه ممكن اتكلم عليها بشكل مبسط في فيديو على التيك توك، وهو المشروع الجديد اللي معمول ما بين دار المحروسه ودار ديوان في انشاء اعمال نجيب محفوظ بشكل كوميكس او بشكل مصور. في ناس كتير هتعترض على الموضوع ده، بس انا رايي ان الموضوع ده عظيم جدا، والموضوع ده هيساعد الجيل الجديد ان هو اللي بيخاف يقرا نجيب محفوظ ويقول لك لغه نجيب محفوظ تقيله ولغه نجيب محفوظ صعبه. بالعكس، هي لغه سهله جدا ولغه سلسه. بس اعتقد ان المشروع الجديد والمشروع المصور ده هيكون حاجه لطيفه جدا ان يقرب الناس من الكتاب الكبار ويقرب الناس من ان هم يقروا. فتخيل انت لما تيجي هتقرا الروايه المصوره دي هيكون عندك شغف ان انت تقرا الروايه بشكل حقيقي، هيكون عندك شغف ان انت تشوف العمل لو العمل ده كان معمول بشكل درامي، وما اكتر الاعمال الخاصه بنجيب محفوظ اللي معموله بشكل درامي. بعيدا عن المقدمه دي، انا عارف ان انتم مستنيين نفتح الباكجز، فخلينا نبدا بدار المحروسه ونشوف الباكج بتاعهم. اول حاجه هي الروايه الضخمه دي، تقريبا واصله ل 700 صفحه او اكتر، للكاتب نائل الطوخي، وبعنوان ديوك والكتاكيت. والروايه دي الحقيقه انا شفتها في وقت المعرض، وهي صدرت فعلا في وقت المعرض بغلاف مختلف عن ده، وبعد كده اعادوا تظبيط الغلاف بغلاف اهدى شويه واشيك ويشد الواحد ان هو يقراها. بس انا كنت متخوف جدا من حجمها، وقلت ان انا هاجلها شويه لما اشوف نفسي هقرا حاجات ولا لا. ولما لقيت نفسي الى حد ما الدنيا ماشيه معايا في القراءه، فحمست نفسي وكافئت نفسي بان دي تكون من الحاجات اللي فعلا هجيبها وهقراها. العمل التاني اللي معانا وهو عمل بقى ده سببه ان انا الحقيقه بجمع اعمال الكاتب حماد عليوه، واللي هتعرفوه او هيبان خلال الحلقه بتاعتنا. دي اول روايه اعتقد صادره ليه مع دار المحروسه بعنوان اغسطس، والكاتب ليه روايتين تانيين هنتكلم عنهم خلال الحلقه. انا كنت قرات واحده منهم، والحقيقه وجهه نظري البسيطه شايف ان الكاتب ده مهدور حقه، والكاتب ده محتاج الناس تقرا له اكتر وتتعرف عليه. اخر حاجه معانا بقى واللي هم اصلا كوميكس، واول حاجه منهم هي حاميه الدرع، كتاب كبير كوميكس. بحب الكوميكس اللي بتعملها دار المحروسه الحقيقه، وهم مميزين في انتاج الكوميكس المختلفه من بلاد مختلفه، بالاضافه لتبنيهم الكوميكس المصريه والعربيه، زي السلسله الاشهر وهي شبيك لبيك، واحده من السلاسل القويه جدا واللي اتكلمنا عنها هنا. بالمناسبه هسيب لك الحلقات اللي اتكلمنا عنها، اتكلمنا عن الجزء الاول والثاني والثالث مع بعض في اكتر من حلقه، فهسيب لك الحلقه اللي اتكلمنا عنهم لو عايز تعرف اكتر عن المشروع ده. بالاضافه برضو لمشروع جديد او سلسله جديده بعنوان الزميل
جزئين منها، فبرضو متحمس ليهم واقراهم. والحاجات دي الحقيقه بقت من الحاجات اللي بتفصلني، او لما بحس في وقت من الاوقات ان انا عندي قفله من القرايه او مش عايز اقرا، بمسك حاجه من الحاجات المصوره دي وابتدي كده ايه اتسلى بيها واخد رحله فيها. يمكن ما كلمتكوش عن حاجات منها لان في حاجات منها سلاسل، مثلا زي سلسله جن الحافي، هي عباره عن 10 اجزاء، مستني اخلصها بشكل متكامل ونتكلم عنها واقول لكم ليه لازم تقروا حاجه زي دي في وقت من الاوقات. فانا متحمسين لحلقات زي دي هتخلوني اكتر ان انا اتشجع اكمل السلاسل ونتكلم عنها اكيد بشكل قريب او في شكل قريب ان شاء الله. دي كانت بالنسبه لاعمال المحروسه. وبما اننا كنا جايبين سيره الكاتب حماد عليوه، فاتجهت عشان اكمل باقي اعماله ورحت على دار الرواق اللي كانوا عاملين تخفيض 30% في وقت العيد. فخلينا نشوف الباكج ونشوف العملين التانيين للكاتب حماد عليوه. والعملين التانيين دي بقى هم جراش الزمالك والحي الانجليزي. ودي الحي الانجليزي هي كانت السبب في ان انا اجيب باقي اعمال الكاتب. الحقيقه كنت قراتها على ابجد وبداتها على ابجد ومشيت فيها مشوار طويل جدا جدا جدا، لكن حسيت ان الروايه دي لازم تكون في ايدي ولازم امسكها واكمل قراءه والروايه في ايدي بشكل ورقي. فدي كانت الحاجات اللي انا اشتريتها من دار الرواق واللي كانت بتخفيض حوالي 30%. بعد كده هنيجي طبعا للاشهر في التخفيضات وهم عصير الكتب بخصوماتها القويه جدا، ودار تنميه اللي كانت عامله عروض بتوصل لحد 50%، وكانت عامله بالاضافه زي باقات كده او مجموعه كتب، منها مثلا زي الاعمال اللي كانت حايزه على جائزه البوكر، منها الاعمال اللي ليها علاقه بالادب الفلسطيني ومجموعه كده من الاعمال. فانا لقيت فرصه ان في 3 اعمال بتتكلم عن فلسطين، منهم الروايه اللي كانت مرشحه للبوكر واللي فعلا فازت وهي قناع بلون السماء، واللي كنا متوقعين عنها هنا واتكلمنا عنها في الحلقات مين هيكسب البوكر. لو شفت السلسله دي او ما شفتهاش هسيب لك لينك الحلقات اللي اتكلمت فيها عن 4 روايات من 6 روايات في القائمه القصيره للبوكر. اتكلمنا وعملنا مراجعات عنهم وتوقعنا مين الروايه اللي ممكن تكون فايزه، وبالنسبه لي مين اللي في وجهه نظري شايف ان الروايه كانت الاقوى وهي اللي كانت تستحق الفوز عن روايه تانية، والترتيب بتاع كل الروايات. وده هيبان مع اخر حلقه عملناها واللي كانت عن روايه مقامره على شرف الليدي ميتسي للكاتب احمد المرسي. كنا نتمنى ان هو يكسب، لكن وجوده في القائمه القصيره هو شرف ومكسب للجائزه اكيد، وتطور كبير للكتابه المصريه والشباب الكتاب المصريين تحديدا. المجموعه اللي جايه بقى معانا زي ما قلت هي كانت من تنميه، وزي ما انتم عرفتم هيبقى فيها كتاب من كتب القائمه القصيره او الروايه الفايزه بالجائزه وهي قناع بلون السماء. وده من ضمن مشروع انا بعمله واللي هو مشروع ان انا اكمل او اجمع اي روايات كسبت الجائزة وهم موجودين عندي في ركن هنا ورا في المكتبة. تاني حاجتين من هناك هي رواية برضو المفروض كانت واخدة جائزة لكن اتسحبت نتيجة للكاتبة، ودي طبعا برضو خاصة بمصر، اللي هي عدنية شلبي، بعنوان تفصيل سنوي. رواية صغيرة حابب ان انا اقراها بتتكلم برضو عن فلسطين الشقيقة. واخيرا ده بقى عن فلسطين من 2 من الكتاب والمؤرخين اللي بيكتبوا عن فلسطين بشكل قوي جدا، وهي هم نعوم تشومسكي واليان بابي، اللي كان كاتب وكان بيضرب كتير في الكيان وكان بيتكلم على المجازر اللي بيعملها الكيان. رواية عن فلسطين هي هتعرفك اكتر عن فلسطين وهيديك افكار كبيرة قوي عنهم. فكتاب من الكتب القوية وامتياز كالعادة من دار تنمية ان هم يهتموا بالاعمال دي ويعملوا طبعات مشتركة دايما مع مختلف دور النشر عشان يقدروا ينقلوا الحاجات المهمة دي للكاتب المصري بسعر الى حد ما معقول. ودي كانت صفقة كويسة جدا ان انا جبت ال3 دول، تقريبا كان سعرهم حوالي 400 وشوية. لو شفت كتاب بره العرض لوحده يعني هتلاقي قناع بلون السماء لوحده دلوقتي بحوالي 300 جنيه، فبالنسبة لي كانت صفقة مربحة. فتعالوا اوريكم دول ايه، واتكلمت عنهم قبل كده في التيك توك او لسه الحلقه بتاعتهم هتنزل، بس تعالوا نتكلم عنهم لان هما بالنسبه لي مهمين شويه وعايز نتكلم عنهم اكتر. بس خليني اقول اول حاجه ان الباكج دي جايه من مكتبة نقوش، مكتبة في الاسكندرية. يمكن المكتبة دي اتكلمنا عنها اكتر من مرة في خلال السنة اللي فاتت، وان هم على طول بيعملوا خصومات لطيفة جدا وبيعملوا عروض لطيفة جدا، والحقيقة مميزين ان هم سواء بيخدموا اسكندرية او بيخدموا باقي المحافظات من خلال الشحن ومن خلال العروض المهمة جدا. فحاولوا دايما ان انتم تتابعوهم، وهسيب لكم لينك الصفحة بتاعتهم وكمان لينك الجروب. ساعات بيعملوا مسابقات مختلفة على الجروب، زي ما كان في مسابقة الخاصة بنجيب محفوظ وان انت تحكي حكايتك مع نجيب محفوظ.
تاخد 50% خصم على الكتب بتاعته. وجايز ان الموضوع ده يتكرر تاني في الذكرى الجديده نجيب محفوظ، فحاولوا ان انتوا تبقوا متابعين دايما للمكتبه وجروب المكتبه، هسيب لكم اللينكات بتاعتها في الوصف. وعلى ذكر نجيب محفوظ، فاكيد كلنا شفنا الانطلاقه الجديده او المشروع الجديد اللي تم التعاون فيه ما بين دار المحروسة وما بين دار ديوان على إنشاء شيء جديد مختلف لأعمال نجيب محفوظ، وبالتزامن مع معرض أبو ظبي للكتاب. وإن نجيب محفوظ أو شخصية نجيب محفوظ هي شخصية المعرض في السنة دي أو في الوقت ده، فقررت ديوان إنها تعمل حاجة جديدة مختلفة. أول حاجة إن تم إصدار كل أعمال نجيب محفوظ بشكل كامل، تم طباعة كل الأعمال بشكل كامل مع دار ديوان. وكان في صورة كده فيها البوكس لكل الأعمال الكاملة، كمان بالإضافة للمشروع الجديد وهو تحويل الروايات لكوميكس عربية. أكيد الموضوع ده هيلاقي يعني تجاذب، وهيلاقي ما بين مؤيد للفكرة وما بين رافض للفكرة، بس أعتقد إنها فكرة جديدة، فكرة مهم ان احنا نخوض التجربة بتاعتها وساعتها نتكلم. وعشان كده انا حبيت اخوض التجربة بشكل جديد وبشكل مختلف، وعشان كده جبت الاتنين دول، الرواية في شكلها الاصلي والكوميكس بتاعتها، ودول اللي ان شاء الله هنتكلم عنهم في وقت قريب جدا في حلقة مخصصة ليهم، فاستنوها لان انا بالفعل بدأت خلاص فيهم. والكتاب التالت اللي جبته مع الباكج، وده طبعا كتاب عن الامثال، فانتوا عرفتوا خلاص فكرة الامثال وفكرة حكاياتنا مع الامثال. فخلينا نشوف ايه الحكاية وايه حكاية الامثال مع الكتاب ده ومع حكايات الامثال اللي فيه. اخر باكج معانا هو الباكج الاكبر، وهو باكج عصير الكتب. تعالوا نفتحه كده ونشوف ايه اللي فيه. ومن عصير الكتب كان فيه كتابين وكان فيه روايتين، وروايتين هما عبارة عن سلسلة المفروض مكونة من 3 أجزاء. أول جزء منها هو عامل الأرنب، وده كان نزل السنة اللي قبل اللي فاتت، وده نزل السنة اللي فاتت، وهو معضلة الغزال الأمريكي وعامل الأرنب، وليهم جزء تالت. أنا متحمس للمشروع ده جدا. والكتاب أول كتاب هو الغباء العاطفي لدين برانت، واحد من الكتاب المميزين جدا اللي بيتكلم عن العقل، وليه كتب معروفة جدا يمكن من أشهرها المخ الأبله والمخ السعيد والكتاب ده. وآخر كتابه اللي كان عليه تخفيض عالي جدا وهو شيطان الظهيرة، والكتاب اللي بيتكلم على فكرة الاكتئاب وقوة الاكتئاب وازاي نقدر نواجهه بشكل قوي. أعتقد إن واحد هيكون من الكتب القوية جدا عن فكرة الاكتئاب وقد إيه هو بيصور الاكتئاب ده كشيطان. دي كانت المجموعة الفترة دي بتاعت العيد. معرفش هيبقى في مجموعة في العيد الكبير ولا لأ، بس أنا عارف إن الكتب دايما بتغرينا، ومهما كان عندنا كتب في المكتبة ما بنقدرش، أو حتى عندنا اشتراك أبجد ما بنقدرش. وحلاوة إن الكتب كده قدامك، وحلاوة إن الكتب ظاهرة دايما جنبك، بتبقى ليها شعور تاني. دي كانت عيديتي لنفسي في العيد والكتب اللي انا حبيت اجيبها. اعتقد ان كان في منها اسباب وفي منها ليش اسباب، لكن صفقة اعتقد بالنسبة لي مربحة جدا. انا عايزك بقى انت دلوقتي يا صديقي تشاركني في التعليقات، تقول لي اشتريت ايه، عيدت على نفسك بايه، ايه الحاجات اللي قريتها، ايه الحاجات اللي حابب تقراها، ايه الحاجات اللي انت من اللي انت شفتها دي حابب ان احنا نتكلم عنها، عايز تاخد عنها فكرة ممكن تفكر تشتريها في العيد الكبير. قول لي تحت في التعليقات، هكلمك عنها هنا او في اي حاجة من السوشيال ميديا بشكل سريع عشان تقدر تقرر وتاخد اختيارك او قرارك في ان انت تشتريه او ما تشتريش. طبعا لو انت اتفرجت لحد هذه اللحظه فانا عايز اشكرك من كل قلبي، واتمنى ان انت دايما تدعم القناه بان انت تعمل لايك، تشارك حماسك وتشارك على السوشيال ميديا، وتتاكد ان انت مشترك ومشغل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات الجديده. ولحد ميعاد الحلقه الجديده تقدر تشوف اي حلقه من اللي هتظهر لك دلوقتي، واعمل سبسكرايب كده من تحت عشان اشوفك ان شاء الله الحلقه الجايه. سلام.